العجينة المورقة بطريقتي الخاصة. جبت لكم عجينة مورقة صدقوني من أروع ما يكون. بنات اللي قالوا لي تجينا معجنة كي نطيبوها طبقات الداخل ماهمش طايبين، جبت لكم طريقة بسيطة ما فيها لا تور لا دوبل تور لا قلبي لا عاودي، يعني سهلة ربعة يعني 4 دورات 4 تور وتجي سهلة ما شاء الله. تبعي معايا برك الفيديو والوصفة تلقيها كاملة في قناتي مطبخ أم نزيه تلقوها بالتفصيل. هنا عندي 700 غرام نتاع فرينه، درت لها ملعقه صغيره تاع ملح ودرت لها فنجان صغير نتاع زيت ما يعادل يعني نص كاس، اقل من نص كاس نتاع زيت. عندي 2 كيسان نتاع ماء نلمها حتى تشد لي. شوفوا هنا واش قعد لي من الماء، نعجنها 2 دقائق ونغطيها نخليها ترتاح باش نروح نوجد الزبده تاع التوريق تاعنا. نجيب الزبده نضربها على شكل مستطيل كيما هكذاك ونحطها بجهه، ضروري نرقوها ونديروها مستطيل، نفتح العجين على شكل مستطيل طويل وعريض كيما راكم تشوفوا فيه. نحط هذيك الزبده في الوسط، يعني قلت لكم سهله تبعوا معايا مليح. بعد نحط هذيك الجهه اليسرى على الزبده ونزيد نحط الجهه اليمنى فوق الجهه اليسرى، يعني هي بالعكس الكاميرا. نثنيها يعني ندير الجهه الفتحه من الفوق ونجي نفتحها يعني نخبطها فقط بشوي بشوي حتى تمشي لي. نجي نعاود نحط اليسرى ومن بعد نزيد نحط اليمنى ونزيد نقلبها. هنا راني درت التور الاول يعني رقم 1، نزيد نعاود نفس الشيء نفتحها بالطول وبالعرض حتى نشكل مستطيل، نزيد نعاود نثنيها ونقلبها وتشكل لي الزوجه. من بعد نزيد نعاود نفتحها ونقلبها كيما هكذاك بنفس الطريقه اليسرى وفوقها اليمنى، ونزيد نعاود نقلبها نشكل لي الرابعه. يعني هنايا راح ندير 4 تور، هذه الاخيريه 4 تور فقط، راح ندير 4 تور فقط في هذه العجينه المورقه. لهذا قلت لكم سهله وسريعه تكملوها في 20 دقيقه، اللي هي قلت لكم زوروا القناه باش تشوفوها بالتفصيل.